السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى نكمل مع بعض ان احنا ازاي نعمل الميوزيوم ده او البيلدينج ده واحدة واحدة كده، ونشوف الامور هتمشي ازاي. زي ما اتفقنا، بعد ما حللنا الشكل بتاعنا عبارة عن مستطيل. المستطيل ده الجزء ده منه دور، وجينا في الحتة اللي في النص دي عملنا لها تويست. تمام. تعالوا بقى نشوف الطرق اللي ممكن نعمل بيها الامر ده. طيب لو انا جيت حطيت الكيرف ده قدامي او السيرفس ده قدامي كده في الفرونت، سحبته دراج اند دروب. تمام. لما دخلته في البرنامج، هو بيقول لي انت عايز بيكتشر ولا ده ايه بالظبط، فبقول له بيكتشر. وبجيبه هنا احطه قدامي عشان يبقى ريفرنس. تمام. اجي ابص عليه، هلاقي ايه؟ هلاقي الشكل زي ما انتم شايفين كده. طيب تعالى بقى واحده واحده ناخد الامور. لو انا جيت بصيت ان انا مثلا، اي حد فيكم لو استخدم الراينو ممكن يقول لي ايه؟ احنا هنعمل لوفت، فتعالى نجرب اللوفت. فانا جيت مثلا، هاجي كده في الفرونت واحط مثلا ادي مستطيل، وقمت جاي الناحيه التانيه كده، ضغط الت، ودي اول استخدامات جامبل، ان انا باخد منه كوبي واضغط على السهم ده مثلا واقول له اتحرك لي بقيمه 50 مثلا. فانا شفت ان 50 قليله، فخلاص ممكن مثلا اضغط كده اقول له 500 يا عم. 500 برضه صغيره، ممكن نقول له 5000. بس 5000 بعيد قوي، خلينا نقرب الدنيا كده بالايه، بالعين. عايز اعمل لدي لوك عشان بس ايه، ما تضايقنيش، فاضغطها بلوك كده. اه طبعا انت بتجيب دي منين؟ بتجيب دي من هنا. بمسك دي كده وبقوم ضغط كنترول وسحبها وشاددها، واقوم جاي حاططها هنا كده. تمام. طيب لو انا جيت عملت ده، هتقول لي ماشي، بس ده كان مقلوب يا باشا. يا باشا اضغط كده على اجي هنا عند النص الربع دايره دي كده، واضغط عليها واقول له 90 مثلا. تمام. تعالى بقى نعمل لوفت، فاجي اقول له مثلا لوفت. فانا لقيت السهم ده في اتجاه وده في اتجاه. دي نقطه مهمه، ودي اول امر مهم في اللوفت، ان اول حاجه لازم الكيرفين يكونوا مقفولين او مفتوحين، ولازم الاسهم تكون في نفس الاتجاه ويكونوا على نفس الايه، على نفس النقط. فاقول له كليك يمين، فاجي ابص الاقي ايه ده؟ ده حاجه مختلفه تماما. هتقول لي بس يا باشمهندس خالد، انا ملاحظ حاجه تانية، ان لا ده في هنا كأن في هنا مستطيل، وفي هنا مستطيل، وهنا المستطيلين ان هم نايمين بالجنب، واللي في النص بس هو اللي اتعمل له لوفت. اقول لك تعالى نجرب ليه لا. دي بقى دي اول تجربه. واجي هنا مثلا واقوم جاي واخد ده كده واخد ده كده. تعال نجرب. اقول له دي لوفت وادي لوفت، امسك الاربعه واقول له لوفت بالترتيب، واتاكد ان دول اتجاههم مع بعض. بضغط بس على السهم كليك شمال عادي عشان يعكس الاتجاه بتاعه، واقول له كليك يمين. فاجي ابص الاقي ان هو ما عملش حاجه، هو بس زود الدنيا شويه. طب وبعدين يا جماعه؟ كده احنا في مشكله. ايه المشكله؟ المشكله ان انت الكيرف بتاعك اتعمل له تويست، ما اتعملوش لوفت. يعني حتى لو انت جيت استخدمت حيله صغيره كده، اللي انت زودت له الريفرنس بتاعته، قلت له توين كيرف، وجيت قمت عامل ده كده، وقمت مزود له هنا خليتهم 10، وقمت جاي هنا كده في اللفه دي كده قلت له توين كيرف، وعملت له التويستايه اهو زي ما هم عاملين. تمام. وجيت هنا عملت دي كده. فهتيجي تبص هتلاقي ايه؟ لو جيت مسكت كل ده لوفت، هتلاقي ان كلهم، اضغط كليك يمين كده يعني، ها، ده اقرب حاجة. بس لسه في مشكلة. يعني ده اقرب حاجة فعلا، بس في نقطة مهمة، ان هو مش بالسموثنس المطلوبة. يعني هو مش طالع ايه بشكل سلس يعني، مش طالع كده. لا هو حد قوي. ازاي بقى انا اوصل للنقطة دي؟ هتقول لي طب ممكن مثلا الخطوط محتاجة تبقى اورجانيك شوية، ممكن. بس بعيدا عن كل الكلام ده، مش دي الطريقة الصح. احنا خلينا بقى نتكلم صح. احنا في كام نقطة اتفقنا فيهم. النقطة الأولانية إن ده عبارة عن مستطيلين، واحد نايم وواحد واقف بزاوية 90 درجة. وبعدين اتفقنا إن أنا عندي من ده ومن ده نسخة داخلية على الحدود، وعندي الجزء اللي في النص بس هو اللي معمول له تويست. صح كده؟ فأنا هعمل إيه؟ أنا بقى هاجي أنفذ ده بس بشكل تاني. إن أنا هاجي أمسك أول واحد، وأمسك آخر واحد في الحافة، وامسك اول واحد واخر واحد، ولازم احافظ على نفس الحجم. تمام. واجي اعمل ايه؟ اعمل الاتنين دول لوفت،
واعمل الاتنين دول لوفت. واعمل ايه بقى؟ عندي امر مهم جدا وجميل جدا اسمه بلند. اسمه بلند. طيب، تعالى بقى مثلا احنا ايه، نشوف يعني ايه بلند دي. بلند دي معناها المزج او الخلط او التوليفة او الانسجام بمعنى اصح. تمام. بس بشكل اورجانيك شوية. تمام. دي اول مرة على فكرة يعني ايه ابحث عن المعنى بالشكل حرفي. انا فاهم اللي هي بتعمل ايه، بس ما دي اول مرة ابحث عنها. إيه، تعالى بقى مثلا نشوف البلند ده بيعمل ايه. البلند ده الحقيقة ان انا مثلا لو انا عندي كيرف مثلا عايز اعمله كده، زي الحاجات اللي بتشوفها في الايه على بنترست والكلام ده، ازاي اعمل حاجه زي دي؟ لو جيت تقول لي يا بسيطه يا باشمهندس خالد، الاورجانيك كيرف اهو يا باشا. بس زي ما انت شايف كده، هو اورجانيك حتى في الحواف، يعني حتى في الحتت دي. حتى لو جيت انت استخدمت له الامر السحري بتاع سيت بوينت، انك تخلي كل النقط في نفس الاستواء، واقول له في اتجاه واي واعمل كده، اضغط كليك يمين واعمل كده، هتلاقي برضه في حاجه غلط. هتحس ان في حاجه غلط. مهما حاولت تظبط هتحس ان انت برضو عاجز ان انت توصل للنتيجة المطلوبة. طب ازاي اعمل ده بشكل مظبوط احسن؟ هتقول لي مثلا انا ممكن اجي اعمل كده واعمل كده، واقوم مثلا عامل ده وعامل ده، واجي مثلا اقول له اعمل لي مثلا فيلت. عملت فيلت، عملت حاجة اسمها فيلت كورنر، لان احنا عندنا فيلت متنوعة هنا، فيلت كورنر. ومسكت الاتنين وقلت له مثلا وليكن 500. مش راضي اعملها كبيرة عليه قوي 500، خلينا نعمل 100. برضو مفيش. ماشي طيب خلاص، خلينا نعمل فيلت العادية ونجرب الاتنين مع بعض. فيلت مثلا 500 وفيلت 500. هو عامل فيلت، هو مش ده مش اورجانيك كيرف، فاهم يعني؟ ده مش اورجانيك كيرف. وحتى لو جيت قلت له اعمل لي ريبيلد، هتلاقيه برضو اللي هو ايه مش احسن حاجة، يعني مقبول بس مش احسن حاجة اهو. اعمل سيت بوينت واظبطهم، واعمل هنا سيت بوينت واظبطهم برضو ماشي. الاحسن والافضل والاريح ليك ان انت بدل ما تقعد تعمل تعب نفسك، تمام، ان انا اجي اقوم جاي محدد الكيرف بتاعي اهو، والكيرف بتاع التاني اهو. تمام. واخد مثلا من ده مثال تاني اهو، واعمل مثلا سكيل كده بده. لان اللي انا بعمله ده هو عباره عن ايه، انا لو ضغطت شيفت وضغطت على ده بيعمل سكيل من كل الاتجاهات. طب لو ما ضغطتش بيعمل سكيل من الحته اللي انت من الاكسس اللي انت حددته. تمام. فدي نقطه مهمه برضو. يبقى احنا كده قلنا لو ضغطنا الت ناخد كوبي، لو ضغطنا عليه وضغطنا شيفت وعملنا من هنا نعمل سكيل. تمام. فاجي بقى اقول له اعمل لي بلند كيرف. بلند كيرف، واجي من الحفتين اللي قصاد بعض، اجي هنا واجي هنا. طبعا ليه اكتر من امر. هو ممكن تعمل حاجه تماما حاده، ممكن تعمل حاجه بنقطتين بس، ممكن تعمل حاجه ب3 نقط، ممكن تعمل حاجه ب4 نقط، ممكن تعمل حاجه ب5 نقط. تمام. ممكن تعمل لهم جوين وممكن تعمل له وممكن لا، يعني لو ما عملتش جوين الجزء اللي في النص ده هيفضل مفصول لحد ما تعمل له انت جوين. ولو عملت كده الدنيا هتختلف شويه. طب لو عملت مثلا، لو جيت عملت كده، ممكن لو حركت دي كده تلاقي الدنيا اختلفت شويه. طب لو مثلا جيت قلت بلند تاني، بلند كيرف، المسافه وشكل الكيرفات وبعدهم عن بعض بيحدد اتجاه الكيرف ده او شكله. تمام. فانا مثلا اقول له بلند كيرف اهو، بلند كيرف. فاقول له لا انا عايز بس نقطتين بس. حلو قوي كده. ولو جيت قمت عامل مثلا جوين الاول وبعدين قمت قايل له توين كيرف، فتلاقيك كريت كده مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، كريت لك واجهه من الولا حاجه. تمام. اجي هنا مثلا، لو قمت جاي رايح للزوم سيلكتد، وقمت مثلا عامل كده مثلا، وقمت عامل لوفت ما بين دول. شوف يا باشا، انت كريت واجهه كده على طول في ثانيه.
مثلا ده الناس اللي هي محبة الاورجانيك، بس بعد كده صدقوني الاورجانيك مش هيكون واو قوي بالنسبة لكم في حاجات كتير. هيجي عليكم وقت تحسوا ان انتوا اهم حاجة بالنسبة لكم ان انتوا تحققوا راحة المستخدم اكتر من اي حاجة تانية. طب انا هنا عملت حاجة كده في النص، بس هي مشت والبرنامج عدها لي. في العادي ان هو ما بيعديهاش، وهي الترتيب. فتيجي مثلا تبص تلاقي ان دي مثلا ايه، واجهة سريعة كده. تعمل هنا ازاز مثلا وهنا ازاز، ويبقى ايه وراك حيطة مثلا. تمام.